رب السماء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة صلى الله عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله ما عليه أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله تنورت عليه بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه أضراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا صلى الله عليه فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمال صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق ذيك بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على للجكيل من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه واشهد أن سيدنا محمد اللهم صل على الصادق في
بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله فبلغ عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه عليه في ظلمة الجهل للمتبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه خلال الشرف الأصلي بوضعه وحبه ما أنظر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسناب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه والقمر التام والذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه نورا حير الأبكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشار يوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم
شؤون خير الأنام صلى الله عليه عليه ما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به مولده من فضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والعيد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا
والدين اليسر يا نبي جئنا بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيضت خطاك فاز وأفلى أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تطرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيخت خطاك فاز وأفلى الله عاد على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله الله رآك على الشباب جمعت بشفاء كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك والوحي نزل عليك بالغار وأوحى إليك بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيضت خطاك فاز وأفلى أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تطرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي بيضت خطاك فاز وأفلى أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود
وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى مما الله استفاده عليه الله من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. صلى الله وقد بلغنا في عليه الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى ومنه الله تفرع عليه الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله وقد عليه خرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى قلت الله يا رسول الله عليه بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. صلى الله ولما كانت عليه السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتنقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله فحملته عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو من ولم ولا عين لا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد بطنه وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. إشراق هذا السراج صلى الله عليه. تشوي
مضيفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله وكل عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا آتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه السماوات متضمحة برد الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله وبروزه من ألف عليه الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله في الوجود عليه بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب ولوة هذا الحبيب على الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وسلم الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ربوا يا أهل المداني فازروا اليمن غرا واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا صل على محمد. لنا البشرى بسعد مرحبا مستمر
مرحبا جل يحصره العاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي آمين يا الله. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Wa min kalamihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Daba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal-baghda'u wa hiya al-haligatu. Ama inni la aqulu tahlugu sya'rah walakin tahlugu ad-din walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. awala adullukum ala ma idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu ta'ala al-hikmah fa huwa yuqdi biha wa yu'allimuha wa rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daba ilaikum da'ul umamu qablakum, telah menimpa kepada kalian daun satu penyakit, di mana penyakit ini telah terjadi sebelum umat-umat sebelum kalian semua. Daun satu penyakit, daul umam, penyakit daripada umat-umat qablakum sebelum kalian semua. Jadi penyakit ini ke penyakit menular mulai bilan. Maka ketika kita tidak memahami tentang satu penyakit, bukan barang tidak mungkin kita akan terjangkit penyakit tadi itu. Kalau kita mempunyai penyakit, maka kita berusaha untuk menghindar agar supaya penyakit kita tidak semakin parah. Kencing manis, darah tinggi, anti makanan-makanan se berkolesterol, makanan-makanan se membuat darah tinggi dan lain sebagainya. Kenapa kita menghindar? Karena kita tahu bahwa kita mempunyai penyakit. Dan aneh, sungguh aneh ketika manusia merasa aman dari penyakit dan mereka hanya menyaksikan, memperhatikan penyakit-penyakit orang lain, sementara kita sendiri terkena jangkit penyakit tersebut. Apa penyakit umat-umat terdahulu? Pertama, al-hasadu, hasud. Kedua, wal-baghda'u, saling membenci. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, daba ilaikum da'ul umam qablakum, telah terjangkit kepada kalian penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian. Al-hasadu, hasud. Hasud nikah bisa mencukur daripada keimanan kita, sebagaimana pencukur rambut akan membersihkan daripada rambut. Pegembelin rambut sampean. Tapi kan yang pencukur ada, tak tersisa, pelontos sampean. Enggak tuyul. Ya. Enggak apa? Tuyul, kayak ada emban. Mestinya tuyul beda bakyul. Tadi tuyul ada bakyul lah. Tuyul tintetinnya mana? Sehebat apapun ibadah kita, cuma kita kena penyakit hasud. Elan, kurceng, pada obu, se gempel, obu se lebat, keneng cukur. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penyakit yang namanya hasud adalah ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab, akan membakar kebaikan kita, akan merusak amal ibadah kita sebagaimana api-api yang akan melahap daripada kayu-kayu bakar.
peleberin Tegel tapi kebakaran hilang. Pehebatan sampean andi mengkang sampean andi Tegel tetapi beda sesuatu sih membakar asal kene bujang rokok puntung rokok tapi sampean buang sembarangan maka benih bareng tak mungkin Tegel seleber kena bekal elang musnah hangus kama tak kulun narul hatab sebagaimana si jagu merah api-api yang panas akan melahap daripada kayu-kayu bakar. Begitulah hasud yang kita miliki, iri dengki yang kita miliki, penyakit-penyakit iri neka bisa membakar daripada kebaikan kita, amal ibadah kita, sehebat apapun ibadah kita hangus. Nih, saya sandari gula nih. Kaju ceteh. Ini berharga nih kak. Mahal nih. Puluhan juta. Korseh, lemari, dari apa? Dari ceteh, ukiran. Coba oper. Siapa meliarang? Hah? Gelem sampai beri korseh tapi kebakaran. Jadi arang. Lemari seasal jutaan bahkan semakin hebat kayu cetena semakin banyak lu ukirna wah semakin mahal. Coba oper. Coba Anda bakar. Maka sama sekali tidak bernilai. Sekalipun kayu jati. Sebenarnya juga amal ibadah terbakar ada nilai keneng hasudnya. Apa sih hasudnya? Hasudnya ke tak tak seneng mun orang lain neremah oleh kenikmatan dari Gusti Allah dan berharap kenikmatannya ke dulu elang. Orang tadi itu berharap berharap agar supaya nikmat yang dimiliki oleh seseorang yang ia iri agar supaya hancur walaupun tidak berpindah kepada dirinya sendiri. Tidak masing kola tak oleh apa-apa. Sepenting orang jejak sampai sukses. Ini hasud nih. Berarti orang hasud nikah pada tak neremah de apa sepandum fadlullah kelebihan dari Gusti Allah papareng dari Gusti Allah sebeki hamba-hambana padahal neka pun takaran ukuran dari Gusti Allah berarti secara tidak langsung kauluban panjenengan mengingkari atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kedua ya ikhwani wal baghdha'u saling membenci. Hati-hati. Apa resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati penyakit dua hal hasud al hasadu wal baghdha'u kedengkian dan kebencian neka? Apa obatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu hal yang jika kalian melakukannya, kamu akan saling mencintai di antara satu yang lain. Ini saling mencintai di antara umat Islam ini jarang, Pak. Pun mulai nafsi bi candring kiri sereng ya odi bi tibi faqalu bala ya Rasulullah, apakah sesuatu hal yang sangat ringan yang sangat remeh jika kita lakukan akan saling mencintai di antara satu yang lain? Absus salam bainakum, sebarkan salam. Uluk salam benje akhirnya salam pun enje colok salam akhirnya salam ya enje. Dari kamu umat Islam akan bersatu, umat Islam akan kuat, sementara umat Islam tibi saling iri, saling dengki, saling benci, al-hasad wal baghdha'u tak bisa. Tak bisa. Nih saya ngocak benereng kebenaran pada belajar. Saya ini kepon penyakit ate hasud wal baghdha'. Tapi ketika kaulaban panjenengan sadar nih adalah keutamaan dari Gusti Allah. Oh, ada ilmu lebih alim, oh dia nasab lebih teki, oh dia pangkat lebih teki. Halas. Kapi dari Gusti Allah. Tak kening sampean. Bojo nengko, bojo tak deti ya, tak bisa. Bojo nengko semancung elong, tak bisa kaki pesek tetep pesek. Sak beri loncong Gusti Allah, masih kaki silikon ya tetep. Enggak jemu mercat mulai tua. Tak bisa, Pak. Lah terus dak remeh sikap kula panjenengan. Asokor we pokok odi. Pada bae ilmu teki cinta ke ulama, bolong bi ulama. Nah sabateki cinta ada orang sana sabateki apa long kau guna akhirat tau sa iri tau sa beci ke orang lengkap biru dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mantur muga nasihatnya kabeh tak manfaat
selama terjangkit dua nikah, al-hasadu wal baghdha'u, yang terjadi sebelum umat-umat kita akan tidak berhasil, tidak akan pernah mungkin kita akan berhasil. Maka untuk mengobati, absus salam bainakum, sebarkan salam. Mau nerima telepon, cak halo kadera, assalamualaikum, AWA, cak singkat, askum, macam ngirit te, wakum deh jawabnya, cak renglah askum, as titik-titik, apa as titik-titik je, wah titik-titik jawabnya. Assalamualaikum jawabna waalaikumsalam, benar waalaikumsalam, kumussalam beda alif lamah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nerima telepon, atanya ana apa matamu ijo monoreng lu salam kada. Sebab kelaban salam nikah akan saling mencintai di antara satu yang lain. Ya Rabb, matermu ke penyakit ate hasud, penyakit ate dendam, ke orang baji, ke orang matermu ke yang kak tining Allah Subhanahu wa taala, langang tining Allah Subhanahu wa taala, matermu ke umat Islam paring kekuatan bersatu, saling mencintai di antara satu yang lain. Amin Allahumma amin. Matermu ke kul dengan selamat dunia akhirat, selamat sampai ketemu bi Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngiba ate seselamat, ate sebersih dari segala bentuk penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، ولا باب إزاته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامر. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في إبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته
الشريف باجتهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسور، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.